سرم البصل بمحضرة الطعام. وما عليك بكلام الناس ما يرحم عيونك الحلوة. الطعم ترى نفس الشي، ما بي أي اختلاف. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية وصحة وسلامة ويوم حلو، وإن شاء الله يوم جديد نبديه ببركة الصلاة على محمد وآل بيت محمد. بما أنه المدارس على الأبواب فالأولاد قالوا نريد خروجة سريعة، فأكثر من مرة. فأني يومي أقول اليوم مباشر، تعرفون الجو كلش حار، يعني سبحان الله. هاي قبل يومين كان الجو كلش حار، لكن الحمد لله والشكر نوعا ما بدأ الحر نوعا ما نقول يخف. فرحنا، كانت الخروجة مالتنا خروجة سريعة خفيفة للكورنيش، لأن تعرفون فترة المدارس وراح تجي امتحانات وشغلة ورا شغلة تجر، ويا حيرة الغداء ويا حيرة العشاء نبديها. فنحتار، لكن أني أحب التفريزات. بلشت هنا وسويت كبة التمن، وكبة التمن ولا أروع. أخلي وياها العدس والبوتيتا. بوتيتا بنات أني ما أسلقها، لأن جربتها بالسلق تطلع مفلولة. وحبيبتي يا معزوزة قلبي، ما عليك كلام الناس وحكي الناس اني ما يرحم عيونك، سرمي البصل بالمحضرة والطعم نفس الشي. وهنا بلشت اثرم التمن او اي عجين مال كبة، اني اثرمه مترامة اللحم. يعني صراحة يعني العجين يكون متعب فقط انه نعجنه بايدينا، فاني اثرمه بمترامة اللحم. اي نوع كبة، طبعا عندي انواع كبة وشغلات راح اسويها لكم ان شاء الله بالايام الجاية بقوة الله. وهنا طبعا اعذروني انه اني ايد اصور وايد اني اشتغل. وتعرفون باقي الروتينات هنا بلشت مسح مجمدة شغلات. يعني أحب إنه من أكون متواجدة بمكان أشتغل بي أسوي أكثر من شغلة. وهنا بلشت بالشغلات الجوة من كنت أني دا أطبخ الكبة والحشو مالته. فهنا صعدت وعندي دورة غسيل، فأبلش أغسل السطح، أخلي دورة الغسيل. طبعا ويا ما أكون أني متواجدة في ذاك المكان أحاول أربط أكثر من شغلة. وطبعا هنا فقرة الغروب أني ما أفوتها نهائيا. يعني أحاول إذا أكون خارج البيت، إذا أكون أني متواجدة وأحاول تكون لقطة الغروب، أبدا ما أفوتها. كلش أحب لقطة الغروب. يا ربي يحفظكم ويخليكم إن شاء الله، ويسلمنا ويسلمكم من كل شر. إذا وصلتوا لهنا يا ريت تعطون اللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من قناتنا. وهنا بدأت فقرة إنه أني أغلب الأوقات أشوف العشب وأشوف ريش الحمام، وكنت ما مستغربة. يعني صراحة قلت عادي، إنه شغلة اعتيادية إنه بالهواء يطير، إنه تعرفون إنه ينزل حمام ياكل بالسطح. يعني حتى فترة قمت أخلي صواني عندي من هاي مال بيتزا أو مال المندي، فأخلي أكل بقايا الأكل وأخلي ماي. هذه الشغلة تكررت أكثر من مرة، إنه أشوف الأعشاش أو هذا العشب أنا ما كنت حاسبته عش، يعني عبالي إنه بالهواء يطير. لكن استغربت إنه شفت في مكان عندي بالمنور أني مسويته، مغلفته المنور، خليت الطباخ يعني شبه المطبخ الحار صار، فخليت الطباخ بي وغلفته. فمن غلفناه بقى ما بين السياج وما بين السقيفة تقريبا شبر. هنا أنا مصورت يالكم بالليل، فقلت أصوره لكم بالنهار حتى توضح الصورة أكثر. يعني مكان عش، فانتبهت اكو مكان عش وشفت يعني الحمامة انه متواجدة هنا. ومن ضمن الروتين مالتنا ايضا
شغلة كلش حلوة ومن المطبخ. راح نسوي ماسك للوجه بالأخص للهالات، اسمرار الهالات. البعض يعني شفت ببعض مواقع التواصل خالين ليمون. أنا صراحة الليمون أتحسس من عنده بوجهي، يعني بشرتي حساسة فما أتحمل الليمون. فللي بشرتهم دهنية خلي يخلون ليمون. البشرتهم حساسة وبشرتهم جافة ما أنصحهم بالليمون. اللي هو ماسك حول العين اللي هو متكون من بوتيتا وخيار. طبعا هذا روعة، لأن هو أصلا البوتيتا تسحب ألم العين، تسحب الاسمرار، تسحب يعني هي طبعها يكون بارد. وأيضا الخيار أنا راح أبرشهم وأرجع وياكم. بعد ما برشنا الخيار وبرشنا البوتيتا، هنا أخلي عليهم نص كوب ماي ورد. هذا الماي الورد أصلا هو كفيل للتبييض، يعني تردين انتي تخلي للبشرة كلها. أيضا ماء الورد أو زيت الورد يزيل التصبغات. انتي عندك زيت الورد خليه، بس الماي الورد هو كلش مهم. إضافة إلى زيت الجليسرين، هم ترطيب وهم ماتين بنفس الوقت. هو طبعا هو ماسك كلش حلو. طبعا أني بالبداية ذكرت لكم إنه شلون المواد خليتها. وبعد ما برشنا الخيار وبرشنا البوتيتا أيضا نخلي نص أو 3/4 الكوب من الماء الورد، إضافة إلى الجليسرين اللي عند. وهنا أنا متابعيني بعد ما برشنا الخيار والبوتيتا هم أصلا وحدهم هم كفيلين بالتفتيح وشي نتيجة كلش راقية. نضيف لهم نص استكان من الماي ورد وقبض واحد من الجليسرين. نخلطهم كلش زين بالخلاط، تمام، وما نصفيهم يا ريت. إذا كان الخلاط ملتكم يعني يخلط تمام ويخليها يعني شلون نقول مستحلب شي كريمي، اوكي. اما اذا يظل خشن يعني شلون المواد تظل خشنه، الخيار والبوتيتا، اذا تردون صفوه، بس هو ما يضر. هو بنفس الوقت اكو فد سبحان الله تصير بكل ماده اكو زيوت، تمام. فهذه بطبعها راح بالتدليك وبالتدليك الناعم طبعا للوجه، لان هي اصلا هاي الخلطه للهالات. حاولوا ان يكون الماء ورد ما يوصل على عينكم، فقط الهالات، يعني شلون طريقه كلش رقيقه. هذا الماسك يسحب الانتفاخ مال العين، يسحب الاسمرار. اضافه طبعا هي اذا تغذيه مساله انه اسمرار حول العين إلى عدة أسباب، بس هاي الخلطة شلون مهدئة. يعني شوفوا الطريقة شلون راح أسويها. وهنا بنات بعد ما كمل الماسك خلطناه بالخلاط، وشوفوا راح أبدي أفرغه بهاي القوالب. أفرغه وأخليه بالثلاجة. بنات هذا قوام مالته مستحلب كريمي بس يجنن. طبعا أنا إذا أفرغه وأني إيدي أصور، لا تخلون هواية بنات لأن يصير كلش هواية. أخليه بالثلاجة وأرجع لكم من يجمد أراويكم شو راح يصير. طبعا هنا إذا تشوفوه صار لونين. هذا ترسبات بالبداية، هذا ترسبات بالبداية،
وهذا عش الحمامة هسه والله فد مقهورة عليه، يعني لا بي أصعد العش فوق، لأن عشها بانيته كلش عالي، يعني كأنما بالطابق الثالث. زين، ولا بي أني تكرمون أذبه بالنفايات، لأن كلش يعني انقهرت عليها. يعني هاي صار ثالث مرة تبني عشها، وانتو تخيلوا يعني الحمام شلون يبني عشه، عودة عودة، قشاية قشاية، يبنيها في سبيل انه يكون بيته. تخيلوا ثالث مرة، للمرة الثالثة يتفلش عشها، ويفلشوه من نفس جنسها، هم حمام. تخيلوا يعني شنو الحقد والأنانية، يعني مو بس عند البشر، الله أكبر. يعني هاي ثالث مرة وأسمع نحيبها، أني والله من أسمع نحيبها فد أنقهر عليها. زين، بس يعني مع الأسف والله سبحانك يا ربي، سبحانك. يعني هاي ثالث مرة. يعني مرات إحنا يصير ويانا أشخاص صحيح ما يتمنون الخير ويانا، مثلا بالوظيفة، ما يتمنوا لك الخير بالجامعة، حتى بالأرزاق، بس ما توصل حتى يعني العش اللي يقاويهم. مع الأسف. كتبوا لي بالتعليقات صايرة هيجي وياكم؟ تحياتي لكم، ولا تنسوني من صالح دعاكم. محمودي، قناتي قناة يوميات امرأة بغدادية. تحياتي لكم.